السلام عليكم. هعمل معاكم الكبدة الاسكندراني بأحلى التتبيلة. هعمل التتبيلة: معلقتين صغيرين توم مفروم وفلفل أحمر مفروم وملح وخل وعصير ليمونتين وفلفل اسود وكزبرة وكمون، وأقلب. أحط نص التتبيلة على الكبدة النية وأقلبها. طاسة على النار فيها زيت، ولما يسخن أحط نص التتبيلة التاني أشوحه وأضيف عليه الكبدة وأشوحها، ولما لونها يتغير ويستوي أضيف الفلفل الحامي وأشوحه مع الكبدة، وبألف هنا وشفا. السلام عليكم. هعمل معاكم بمبار. حلة على النار فيها زيت، احط بصلة تتشوح، بعد كده احط التوابل والملح هشوحهم معاها، انزل بالصلصة او عصير الطماطم، ولما تتسبك احشي. اغسل الرز واحط عليه التسبيكة واقلبها، واروح حاطة الخضرة واقلبهم مع بعض، وطبعا اكون منضفة البمبار كويس واحشيه. وانا بحشيه مملهوش قوي عشان وانا بسلق ما يفرقعش مني. اغلي الميه واحط البمبار يتسلق، ولما يستوي اشيله في مصفى اصفيه قبل ما اقليه من الشوربه. بعد كده اروح قليه في زيت كتير ويكون سخن عشان يطلع لون واحد ويبقى لونه بالجمال ده. السلام عليكم. هعمل معاكم كشري بدون مكرونة. اقطع بصلة كبيرة شرايح رفيعة وارش عليها ملح واغلفها بالدقيق، واحمر البصلة في زيت غزير ساخن. احمر الشعرية في الطاسة والحلة فيها بصلة مقطعة صغير، اشوحها في معلقة سمنة، ولما تدبل احط لتر مية واسيبها تغلي، وبعد ما غليت احط ربع كيلو عدس بجبة واسيبه يستوي. هعمل صلصة الكشري: احمر التوم واحط التوابل، اشوحهم مع الثوم، واحط خل واضيف عصير الطماطم واسيبه يغلي غلوتين، واضيف عليها واطفي عليها، ولما العدس يستوي احط الرز والشعرية واظبط المية واسيبه يستوي زي الرز، واقدمه وعليه الصلصة، واحط البصل المقرمش وبقلب. السلام عليكم. هعمل معاكم محشي فلفل وبتنجان. هشوح بصلة في معلقتين سمنة، واشوح معاهم فلفل رومي وحامي بيدي طعم وريحة حلوة للأكل، واشوح الملح والتوابل اشوحهم شوية مع البصل، واضيف بعد كده الصلصة او عصير الطماطم واسيبها بقى تتسبك. اكون مقورة البتنجان والفلفل الرومي ومقطعة الخضرة وغسلة الرز، اضيف الرز في الصلصة واضيف الخضرة واقلبهم، واحشي البتنجان والفلفل وارصهم في الحلة، واحط لهم الشوربة واسويهم، اسيبهم يستووا، وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم بامية ني في ني باللحمة. هسلق اللحمة الأول. حطيت معلقة سمنة في الحلة، ولما تسخن السمنة هحط اللحمة، هشوح اللحمة، هحط للحمة بصلة وقطاية، واحط لها التوابل واشوحهم مع بعض. بعد كده احط لها مية مغلية واسيبها تغلي، ولما تغلي اوطي عليها واسيبها تستوي. هعمل بقى البامية ني في ني. حطيت بصلة وحطيت الملح والتوابل، دعكتهم مع بعض، حطيت القوطة اصفيها، بعدين معلقة سمنة، بعدين حطيت البامية، هقلبهم مع بعض واروح بقى اسويها. هسيبها تغلي، لما تغلي اوطي عليها واسيبها بقى تستوي براحتها، وبألف هنا وشفا. السلام عليكم. هعمل معاكم مكرونة بالصلصة وفراخ بانيه محمرة. حلة بتغلي على النار فيها شوية مية، حطيت زيت وملح، بعدين احط المكرونة اسلقها، بعد ما اسلقها اصفيها. هعمل الصلصة: شوية زيت في الحلة، بعد ما اسخن احط البصل والثوم ومعلقة فلفل احمر او هريسة شطة، حطيت التوابل شوحتهم مع بعض، حطيت شوية خل، هديهم برضو تسخينة مع بعض، وبعدين احط عصير الطماطم وشوية صلصة، واحط الملح، واسيبهم بقى لغاية لما يتسبكوا. هعمل بقى التتبيلة بتاعت البانيه. حطيت
بيضتين مع ملح وفلفل مع مية بصل، وتبلت فيهم البانيه. بعد كده اعمله بالبقسماط، وبعد ما اخلص اعمله بالبقسماط احمره واقدمه مع المكرونة مع شوية سلطة، وبألف هنا وشفا. كل سنة وانتم طيبين. هعمل معاكم عاشورة. معايا ربع كيلو قمح، هنقيه واضيف عليه معلقة كبيرة رز، اغسلهم واحطهم في حلة، ولما تغلي غلوة واحدة بس اطفي عليها واسيبها لما تبرد، هتستوي وتفتح كده القمح. افتح عليها النار تاني، ولما تغلي احط عليهم لتر لبن، عليه 3 معالق كبار نشا، واقلبهم مع بعض، واحط كمان 1.5 كوباية سكر، واقلبهم بقى ولما يغلي والقوام يتقل اضيف كيس فانيليا واغرفه في الاطباق، وازينه بزبيب او مكسرات، وبألف هنا وشفا.